في بلادهم فلسطينيين، سب الفلسطينيين قبل ما تسب الفلسطينيين ننزلك. نعم أخي العزيز، هذه يعني اعظم هذا. انتصار تعملوا سينيال على اللايف. يا جماعه دعمونا اللايف كبس وتكبيس السلام مشان. عليكم. نعم، وعليكم السلام ورحمه السلام الله عليكم. وبركاته. حياك الله. والله يا الأخ أنا من الجزائر. هل ممكن مداخلة تعطيني فقط 5 دقائق ولا 3 دقائق على الأقل باش نقدم لك واحد تفضل استاذ. هكذا تفضل. مقدمة لك وننزل الهواء. مباشرة ننزل. لك الهواء. إذا كان أنت الكراغلة هذه الكراغلة، إذا كان تجاوبني أنت راك تضحك على هذه الجنس ولا تضحك على الاختلاط وتعني فيها كل الشعب الجزائري؟ جاوبني بكل صراحة. لا 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 يا استاذ، استغفر الله استغفر الله، معاذ الله يا استاذ. أعطيني قول لي أذكرك تضحك، هذه ما بمعنى أضحوك نكتة لا لا تقولها يا على الشعب استاذ، معاذ الله ان الجزائري، نضحك على ولا الكراغلة هم ناس عثمانيين مسلمين؟ يا استاذ يا استاذ، معاذ الله بان إيه. نحكي ونقصد كل الشعب يا استاذ. هناك لكن احرار ننصحك جزائريين هم لله، اخوتنا في وانا الدين. راح ننزل مانيش راح ندخل معك سياسه وامور واحده اخرى. اذا اها قلت لك يا استاذ. لا باش نصحح لك معلومه فقط، باش نصحح لك معلومه على الكراغله هذه. راك تغني انت بها منا، معليش لك الحريه، يعني تيك توك هذا. المهم خلينا انا باش نصحح لك المعلومه تاع الكراغله هذه نعطيها لك كتاريخ برك. لله الامر، لله الامر. هل هناك جزائري يحاور يا جماعه؟ هل هناك جزائري يحاور؟ هل هناك جزائري متمكن يحاور؟ هل هناك سوريا فيهم خالد فرنسيين؟ لا يا حبيبي، سوريا ما فيها خالد فرنسيين، لا يا حبيبي. 16 سنة طردناهم وكرهناهم وكرهنا ذكرهم. 132 سنة عندكم ووضعتم اسمهم في النشيد الوطني. استحي. منير شوف مصري السوري. أستاذ محمد، قدوا أنت تبلغ ويعني تعمل تدير سنيال وكذا. خلاص، دير سنيال وأنت تحت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الياس حياك الله. صديقي انت سوري يا اخي؟ الحمد لله رب العالمين، إني من بلاد الشام. الحمد لله يا ربي. نعم احنا الحمد لله من رانا جزائريه. بصح يا صديقي انت داير لايف على راك دير في الفتنه بصح الناس هي ولا تسب في بعضها. كريم أنت، أستاذي الكريم، أنت قبل قليل قلت الحمد لله أنك جزائري. هل هناك بلد تسمى الجزائر لها حدود ولها استقلال؟ كاينه بلاد اسمها الجزائر وعندها الحدود وكلش. ممكن تعطينا وثيقة استقلال لبلد تسمى الجزائر؟ نسقسيك حاجه انت من المعارضين طب بشار الاسد. انا انسان سيء، انا انسان سيء، انا كلب، انا تافه، انا كل شيء. اعطيني وثيقة استقلال لبلد تدعى الجزائر. إيه باش نفهم مع من راني نتحاور انايا، باش نفهم مع من راني نتحاور. انت من المعارضين انت بشار الاسد. سألتني انت انت من سوريا، قلت لك الحمد لله اني من هيك بلادكم. هي انت من المعارضين انت بشار الاسد هيك. انا مش معارض بشار الاسد. والمعارضه انت بشار الاسد على بالك بها لا لا، مامو. انا يا مش صديقي معارض. انت عايش في سوريا ماكش عايش في سوريا انت. يا استاذ انا ماني معارض لبشار الاسد، والله العظيم انا ماني معارض. اقسمت لك باني لست معارض. يا على خاطر علاه باسكو المعارضه تاعك اللي معارضه بشار الاسد. يا استاذ اقسمت لك راني على باني بالي لست صدقتك بلا ما معارضة. تحلف. يا استاذ على خاطر اقسمت المعارضه لك باني لست تاعكم. معارضة. الياس هياني افهم على بالي يا خويا. افهم 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 هياني على افهم بالي افهم. صدقتك بلا ما تقسم يا استاذ أنا افهم. فهمتك بلي ماكش من المعارضة. علاه قلت لك أنا. تفضل. أنا فهمتك يا أخي بلي ماكش أنت خاطيك المعارضة. أنا فهمتك على خاطر المعارضة اللي عندكم في سوريا اللي راهي معارضة بشار الأسد، هذوك راهم من الموالين لإسرائيل. فهمتني كيفاه؟
لا اله الا الله. الان انت قلت لي انك الحمد محمد لله من الجزائر، رسول الله. طلبت منك وثيقة استقلال لبلد تدعى الجزائر، أخذتني للمعارضة وأخذتني لهناك وهناك. الحمد لله احنا الحمد لله مستقلين. يا أستاذ الحمد الياس، لله يا ربي مستقلين حنايا. حبيبي أنا أحبك يا أستاذ رياس، أنا أحبك، لكن أستاذ أنا لست من المعارضة، أنا ثائر، أنا قمت بثورة على نظام بشار الأسد. أنا لست من المعارضة، ولا يشرفني بأن أكون معارضة، لا معارضة داخلية ولا معارضة خارجية. نحن ثائرين، نحن نموت ثائرين بكلمة الحق. أعظم جهاد هو قول كلمة الحق يا أستاذ. أنا ثائر على هذا النظام المجرم، هي أول واحد. ثاني واحد، سألتني من أين، قلت لك الحمد لله من بلاد الشام. سألتك من أين، قلت لي الحمد لله أنا من الجزائر. قلت لك أعطيني وثيقة استقلال لدولة تدعى الجزائر. أخذتني يمينا ويسارا وأبحرت بي وقلت لي شعر: وعندما أبحر بعيناك أصل لإسرائيل وأرى المعارضة المطبعة مع إسرائيل. يا أستاذ خلينا في مكاننا، يا أستاذ خلينا بمكاننا، والله لا أحب التحرك كثير، خلينا بمكاننا. يا صديقي انا سقسيتك برك في الاول، انا في الاول سالتك، انا سالتك برك باش نعرف تسمى مع من راني نتحاور، فهمتني كيفاه؟ ماشي قاعد نتهم فيك انت يا قال موالي لاسرائيل ولا. أنا كائن فضائي ماليش نتهم فيك يا أستاذ أنا كائن فضائي أتحدث اللغة العربية، وأتهمك بأنك أنت من دولة لا تملك وثيقة استقلال. ما عليناش. تفضل. لا اساس انت راك تقول الجزائر مش مستقله، ما كانش دوله اسمها الجزائر هكا. هذا الواقع، أعطيني. انت كيفاه العالم كامل مستعرف بالجزائر هذه، والجزائر انت قاره ماشي بلاد، هي قاره راه كبيره. اضحك مليح الضحك على بالك. يا أستاذ اسكت انت المروكي ماشي نهضر معاك انت، فرشكم ما طلعتش نهضر على المروك، انا غير مكلا. المروكي بلد سيء. يا الكرغولي. لا كرغولي وافتخر ومن بعد ومغربي المملكة المغربية وافتخر. مملكة. يا جماعة حتى ما تقولوا اني ظالمكم، السيد المغربي ما تكلم ولا بحرف، دار ودار 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 ووجد نفسه بأنه مفلس. عندما وجد نفسه بأنه مفلس، المروكي يا أستاذ، المروكي الرجال ساكت، الرجال ساكت، يمكن ياكل يمكن يشرب، والله العظيم الرجال ساكت. هم اثنينهم من مغرب وساكتين. يا رجل كل رجل تكلم. خذوا قارة الجزائر التي لا تمتلك وثيقة استقلال. فرنسا أم القارة الجزائرية، ايش تريدوا؟ اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض على وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. آمين. لا تجعل الدنيا أكثر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من ذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. آمين. والله يا أخي العزيز كل ما تضيق بهم الدنيا إلا ويرجعوا المروك. وأنا قلت أنا حتى كلمة، هو المروك، يعني المروك. الأخوان الكراغلة عندما قال كرغولي وأفتخر، حبيبي يا كرغولي، لكن نريد كبيركم الذي علمكم السحر يأتي إلينا ويناقشنا ويحاورنا. كبيركم الذي علمكم السحر إن كان طبونا أو بوتفليقيا، إذا كان طبون ليس قادر بأن يحاورنا، فهاتوا بوحفوضة من قبره ليحاورنا سياسيا. كبيركم الذي علمكم السحر، تلفوا وتدوروا مروكي، استحي على نفسك تتحدث اللغة العربية تقول مروكي. مغربي اسمه مغربي، مروكي. انت يا السوري تتكلم مع اسيادك بهذه الطريقة يا رجل. هناك كتب اسمها الأخلاق، على جوجل ابحثوا عن الأخلاق كيف. عيب شنقريها البردية تاع الموسى. عيب يا رجل، عيب يا جماعة. المتابعة هذا الحساب، هذا حساب احتياطي، ديروا متابعة. خذوا المروكي الكراغلة طيروا لي الثانية.
ويا كرغالي كلبك ودعته، شوفوا تعال تسمع هو ساقط بس يدلع ناسي حاله، هالكرغول ساقط ساقط يا تبون. ولعيونك يا صحراء لو جابوا روسيا وإيران، بالآخر إلنا البقاء ساقط ساقط يا تبون. ولعيونك يا صحراء لو جابوا روسيا وإيران، بالآخر إلنا البقاء ساقط ساقط يا تبون. ويا كرغولي كلبك ودعته، شوفوا تسمع هو ساقط بس يدلع ناسي حاله هالطبون، ساقط ساقط يا تبون. نحن جماعة نؤلف أغاني ونحن جالسين، شايفين؟ وأنا جالس أؤلف يا حبيبي. يا حبيبي يا روحي يا عيوني بدك تدير بالك، أنا الكائن الفضائي. يا حبيبي يا روحي يا عيوني. ولعيونك يا صحراء لو جابوا روسيا وإيران، بالآخر إلنا البقاء ساقط ساقط يا طبون. خلاص خلاص. منير اللي رفع الضغط. نعم. والله حرام، والله العظيم زعلت عليهم له. خلينا نطالع واحد جزائري حباب بس بدون مسبات، بدون مسبات اذا سمحت. والله انا ما اسبكم، احبكم كلكم بزاف، احبكم كثير يعني، بدون مسبات الله يخليك. ويا المروكي جارك ودع. يدير سنيال وينزل. عيب. ما في مصري ولا في خليجي، ايش بساوي؟ هل من محاور سعودي؟ ما في. او يا مروكي جارك ودعته، شوفوا تحت سمع هو مكرغل بس يتدلع. ناسي حاله هالطبون. مسخرة. لكن شو عم بصير؟ شو عم بصير عندك؟ السلام عليكم. لكن يا زلمه بروح بجي بلاقيكم عم تلفوا ببعض، ايش في؟ احشم. ما غلطت والله يا جماعة، ما غلطت. أغنية سروري. نعم. نطقها بالتاء. عفوا. كرغولي كلبك وانت كرغلني يا كرغلي، غلي بجمجمته غلي، كرغلني يا كرغلي، غلي بجمجمته غلي. وين كانه سعرك غالي، وين كانه سعرك غالي، منجيبه من الصين وما منغلي، منجيبه من الصين وما منغلي. جابوا لكم جماجم مكتوب عليها من الخلف ميد ان تشاينا. جابوا لكم جماجم مكتوب عليها ميد ان تشاينا. عيب يا رجل، عيب عيب. كيف جمجمه مكتوب عليها ميد ان تشاينا تقبلون بها بانها جماجم اجدادكم؟ عيب عيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايش عم بصير؟ هاني اذا سمحت سكر اذنيك يا جماعه، كلياتكم سكروا اذنيكم، بس الجزائريين يعيفوا اذنهم مفتوحه. عيب عليكم، جابوا لكم هي الكلام بيني وبينكم. عيب والله العظيم، بهدلتونا قدام الناس. جابوا لكم جماجم من الصين مكتوب عليها ميد ان تشاينا. عيب. طالبوا بجماجم اجدادكم. عيب. تفضل هاني. ما حدا سمعنا، لا حدا يزعل مني، ما حدا سمعنا. تحياتي. ايش صاير منير؟ لك يا هاني ايش صاير؟ صار لك ساعه ثالث صاير، وين كنت؟ كان عندي ضيف راح. خير شو في؟ بدهم اثباتات على انه الجزائر شاركت في قتال في سوريا. كبسوا. كان عندي ضيف جزائري. نعم. صديق لي من شوي راح من عندي. ليس مترغب. كنا عم نتحاكى عن هالمواضيع كلياتها. يا أخي يا شباب، الموضوع أولا وأخيرا
نحن الجزائريين اخوتنا باستثناء جماعة طبون، اخوتنا. اليوم الحكي اللي حكى لي اياه اخونا الجزائري يثبت 100% انه النظام الجزائري نظام طبون اكثر اجراما من بشار الاسد. اكثر اجراما من بشار الاسد، اكثر اجراما من حيث تجهيل الشعب الجزائري، من حيث برمجة كثيرين من الجزائر تحت شعار الموت لإسرائيل فقط، ما بيعرفوا غير الموت لإسرائيل، الموت لإسرائيل. التجهيل وصل فيهم إيش بيقول لهم طبون بيقولوا نعم. مبروك فكات حياتي. إيش بيقول لهم طبون بيقولوا نعم. اليوم في كثير جزائريين أحرار، يعني الجزائريين طلعوا بباريس، اللي طلعوا بباريس ضد طبون هدول جزائريين أولا وأخيرا، هدول أحرار. ما بصير نحن فعلا يا منير انه نعمم. اليوم اذا انا بدي اقول ضل من الصبح للمساء اهاجم الكراغيله، طب انا ما راح استفيد شيء. حكينا اليوم يا منير احنا عندنا سلطنه عمان كمان تطبع مع بشار الاسد، مو بس تطبع، سلطنه عمان اليوم موقفها تجاه بشار الاسد وتأييدها لبشار الاسد اكثر من حكومه الجزائر، اكثر من حكومه الجزائر نفسها. نعم، سلطنه عمان تعتبر ارض المفاوضات. بنردد الشعار واحد واحد واحد، كرغلي وعماني واحد. ايوه تمام. اليوم عندك سلطنة عمان تعتبر أرض المفاوضات. يعني هلا الحوثيين وقت تفاوضوا مع المملكة السعودية تفاوضوا في سلطنة عمان. سلطنة عمان من 2011 لليوم هي اللي كانت تقدم لأمريكا، تقدم للخليج، تقدم كل المقترحات وكل التنازلات اللي ممكن بشار الأسد يقدمها. يعني أنت اليوم في سوريا صار في زلزال، إسرائيل ضربت الإيراني في دمشق، تاني نهار بيحمل حول بشار الأسد مع سلطنة عمان. خير إيش فيه؟ تمام؟ فنحن اليوم يا جزائريين انتم ما لكم اعدائنا، يا شعوب انتم ما لكم اعدائنا، انتم ضحيه مثل ما نحن السوريين كنا ضحيه لشعارات المقاوله والمماتعه. مثل ما انتم اليوم مضحوك عليكم من قبل هذا النظام، كمان نحن انضحك علينا من قبل هذا النظام. هذا النظام اللي هو اللي صنع داعش. مشان ايش؟ مشان يسيء للثوره. اليوم وقت تجي انت مثلا اليوم انا عم يحكوا لي بسمع عن موضوع العشريه اللي صارت في الجزائر. الشعب الجزائري طلع في ثوره، الشعب الجزائري طلع في ثوره. تمام. اليوم في شيء اسمه تشيا او ولد المملكه، يمكن انت بتعرف هذا الموضوع يمكن اكثر مني، عندكم اطلاع. وقت اللي صارت المقاومه وصار في قتال في العشريه، مين اللي صنع هذول جماعه المجاهدين؟ مين اللي صنعوا؟ صنعوا النظام. النظام اللي صنعه كمان، النظام الجزائري وقتها هو اللي صنع مجاهدين وقال لهم تعالوا قتلوا تعالوا ذبحوا و هذا النزار، خالد النزار اسمه يمكن على ما أظن. يا منير هذا هو كان يدير العمليات القتل والاغتيالات بالعشرية، هو اللي كان يدير هي العمليات كلياتها، هو تابع للنظام، هو اللي كان يدير العمليات. وقت اللي خلصت العشرية راح طلع لوين؟ طلع على فرنسا، برقبته في دم، قتل تحت أمرته، قتل كثير من الجزائريين. اليوم رجع، صار له سنتين رجع على الجزائر، بيتمشى بالجزائر وما حدا بيقول له وين رايح، ما حدا بيقول له وين رايح، ما حدا بيقدر يحاسبه، مع انه برقبته في دم كثير، بتسبب في ازهاق كثير ارواح من الجزائريين في العشرية. فنحن اليوم الجزائريين اخوتنا، ونحن نطلب منهم شغله واحده، صدقا انتم ما تكونوا اعدائنا، صدقا انتم مغيبين عن كل شيء عم بيصير في سوريا او عم بيصير في الشام. اليوم يا اخوتنا في الجزائر، انا بريد اوجه من هذا المنبر رساله لكم، رساله بريدكم تفهموها. اليوم وقت بيجي اجدادكم ماشي او جدك بيسالك انت على ايد مين تعلمت؟ قريت؟ بتقول له قريت على ايد واحد شامي، واحد من بلاد الشام، واحد من سوريا. هي واحد. اليوم الامير عبد القادر الجزائري الله يرحمه وقت اللي اختار المنفى شو اختار؟ ما اختار اي بلد، ما اختار مصر، ما اختار، راح اختار الشام. عارفان هو مين يختار. فنحن اليوم نطلبه منكم يا اخوتنا الجزائريين انه تحطوا في راسكم انه النظام عندكم مجرم، مثل نظام بشار الاسد. كل مين بينادي بشعارات المقاومه والمماتعه
هدول جماعة يقولون ما لا يفعلون، هدول جماعة ضدكم، هدول بيعطوا موضوع فلسطين آفيون للشعوب لتخدير الشعوب. نحن من وقت ما كنا أطفال خدرونا بموضوع الموت لإسرائيل، الموت لإسرائيل، مروا على المدارس الموت لإسرائيل، كبرنا والموت لإسرائيل، وبالأخير اكتشفنا نحن أطفال بعد ما كبرنا اكتشفنا إنه النظام عنا هو اللي باع الجولان، هو اللي باع الجولان، هو طائرات النظام هي اللي قصفت المغاربة، حافظ الأسد حافظ المقبور هو اللي غدر بالعراقيين، هو اللي غدر بأشقائنا العرب وقت كانوا مناصرين لنا ضد الإسرائيليين، هن اللي غدروا. نحن الشعوب كانت مخدرة، الشعوب بتلحق الشعارات، شو بيقول الإعلام؟ خلص هذا الإعلام قال هيك، التلفزيون قال هيك، معناتها صح؟ لا هذا شيء غلط يا شباب، غلط. يعني عيب ابن اليوم المغرب، عيب ابن الجزائر يحكي شوي. السلام إيه عليكم. بس تفضل انا عارف اذا عم يبلغ ولا ما عم يبلغ. لا ما بلغ اخي، ما بلغ انا. تفضل السلام حبيبي، عليكم. تفضل. لاباس عليكم كي راك؟ السلام. خويا هاني راك تهدر في شوالح ما مش ملاح خويا العزيز، شو؟ راك تهدر في صوالح ما راهمش ملاح خويا العزيز، راك تقول باللي الجزائر مشاركه في هذه ومشاركه في هذه، كيف راهي هذه القضيه خويا؟ شو عم بيحكي؟ ما فهمت عليك أخي، شو عم يا تحكي؟ استاذ شو اسم حضرتك اول؟ اخي العزيز، انت كتقول باللي الجزائر مشاركه في الحروب ومشاركه في هذه وكتساند وهذا. ابن نعم، الجزائر الجزائر شو اسمك؟ تشارك. شو اسمك ابن الجزائر؟ ريان خويا، ريان معك، ريان. ريان. يا ريان، ايوه. انت اليوم يا ريان وتكون في عندك اخ ماشي، او من حارتك جارك، وبتطلع انت وبتلاقي جارك او اخوك في مجموعه من الشباب عم يقتلوه، وانت أيوة. بتقعد تتفرج عليه ما بتساعده، بتكون انت مجرم ولا غير مجرم؟ خويا العزيز راح نقول لك انا هذه سالتك سؤال يا اخوي، يا اخوي سالتك سؤال. خويا ما تمام. نقدروش دوكا نهضروا على شي واحد في حومه. يعني في قصدي مثلا واحد انت انت طلعت من بيتك لقيت اخوك هاجمين عليه شباب وعم يقتلوه، بتساعده اخوك ولا بتساعد اخوك؟ يا خو بساعد خويا، بيان سور نساعد خويا، بيان سور هذه حاجه باينه. طيب تمام بتساعد اخوك. اليوم انا اجى الايراني والروسي قتلني ماشي، في اخوه جزائريين رادوا يساعدوني لإلي، اجوا لعنا على سوريا ولهلا موجودين في سوريا، شوف لهلا. ايه خويا. خويا. تمام. وفي شوف عم بحكي معك انا، في جزائريين اجوا، اولا ابو احمد مسيات كنا طالعين عنده على اللايف، لهلا موجود في الشمال السوري. وفي جزائريين وقت اللي النظام صار يقتلني والايراني صار يقتلني، تدخلوا وساعدوا بشار الاسد في قتلي، تمام، من خلال ما يسمى الحرس القومي العربي. وقتل قيادي كان في كتيبه جزائريه بترأسها شخص اسمه عيسى ايش، حط اسمه على جوجل عندك وصورته موجوده اظهرناه. قتل على جبهه الداريه، اسمه عيسى، قتل على جبهه الداريه. نعم. استاذ انا اتتني رساله الان على احد البرامج، اسمعكم اياها. الجزائريين رجال عليك يا مخنث، نطير زمك نحتشوني يمك يا النقش. سمعتوا ما هي؟ شتمني لحد فانت يا في شباب هون صدقا انا دائما عم بحاول ادبر او ابحث عن مبرر انه جاء في جهل، لكن موضوع سوء الاخلاق تعدى كل شيء. يعني تجي بتقول لي نحن نتعامل مع نظام، نتعامل مع دولة، لا نتعامل مع معارضة. طب ليش حتروح تتعامل مع البوليزاريو ضد دولة مثل المملكة المغربية؟ ما بيصير يا شباب، خلي يكون عندكم شوية وعي. السلام عليكم. يعني اليوم نحن سنة 2023. عليكم السلام. يا أخي ممكن أدخل؟ تفضل. زيد فضلك. لعلمك سلطنة عمان طبعت مع الأسد، ولعلمك 4 دول عربية حوالي شهر سوف تستقبل بشار الأسد،
ونزيد نذكرك 2 دول أوروبية سوف تستقبل الأسد نعم استاذ زعفان، وين المشكلة؟ انت عم تخبرني يعني انه عم تشطح الخبر يعني. استاذ زعفان انا الان كثير منزعج لاني سبوني في عرضي، شتموني ابناء بلدك شتموني بعرضي اول شغله، وسمعتوا يمكن حبس الجزائريين يحبسوا عندك في الصعيد. يا استاذ والله انا كثير انزعجت لاني شتموني بعرضي، عرضي في سبيل الله وفي سبيل القضايا الساميه، وبالنسبه له هذا اللي شتمني عرضه في سبيل ايران وفي سبيل فرنسا. هي رقم واحد. رقم اثنين، حكومه عمان تحت اقدامي من اول من بدء الخليقه، حكومه عمان المجرمه القاتله هي تحت اقدامنا. نحن لم نرى شعب عماني يخرج مثلكم ويدافع عن بشار الاسد. راينا حكومه عمان المجرمه القاتله استضافت بشار الأسد ودعمت بشار الأسد، لكن لم نرى شعب عمان يخرج ويدافع عن بشار الأسد كما تفعلون أنتم. تفضل. لماذا من عمان طبعت مع إسرائيل لم تهاجمها، ومن طبعت مع عربي تهاجمها؟ هذا نفاق. هذا نفاق. هذا نفاق. يا أستاذ أزيدك من الشعر بيت. تفضل. هاجمتها من طبعت مع إسرائيل عمان؟ أي هاجم المغرب من طبعت مع إسرائيل؟ هاجمها كونك زعيمي. تفضل استاذ، بس دقيقه شوي بعد كونك اباضاي وهاجم المغرب من طبع مع اسرائيل. يا استاذ انا منير خليني احكي معه. استاذ بس هاني دقيقه شوي. هاجمت المملكه العربيه السعوديه عندما ارادت التطبيع مع بشار الاسد. اسمع تخاصمتم على اكتاف اليمنيون وتصالحتم على اكتاف السوريون. هل ستنكسر المملكة العربية السعودية أمام إيران في حديثها الناعم مع بشار الأسد وأتباعه؟ على مواقع التواصل الاجتماعي قد يقوم بعض الأشخاص أو المحركات الوهمية المجهولة بنشر أخبار أو مواضيع. يا أستاذ من بعد هذه التصريحات عندما هاجمنا يا أستاذ عندما هاجمنا سياسة المملكة العربية السعودية أخرجت اليوم المملكة العربية السعودية أخرجت بيانات بأنها لا يمكن إعادة تدوير بشار الأسد. هي تناهض بشار الأسد بالحديث السياسي لتنحيه. اليوم أخرجت المملكة العربية السعودية، اليوم أخرجت تصريحات اليوم وأنا أتحدث معكم يا أستاذ. عندما نهاجم هذا سفير السعودية بالجزائر اسمع، حكومات تقول نعم أيها الشعب السوري، نعم أنتم لكم حق بأن تهاجموا وأنتم قتلتوا ولكم حق، لكن أنتم شعب جائع لا تستطيعون التفكير ولا تستطيعون المكوث أمام الحق، وتقولون نعم أنتم لكم حق ونحن نتبرأ من فعل نظامنا البائد. لماذا لم تهاجم المغرب من طبع مع إسرائيل؟ لأنك تابع للصهاينة. أكيد لماذا لماذا تتطاول على المغرب والمغرب سيدك؟ جاوبوا كمال. لا هذا يهاجم بلد مطبع والمغرب ما يهاجمهاش، هذا تناقض. مالك مع المغرب؟ مالك مع المغرب؟ اخ جزائر انا هادو على النظام مانيش نهضر على الشعب. احترموا يا اخ جزائر كتطول على المغرب. من هو اشد خطرا يا اخ جزائر؟ من هو اشد خطرا على الامه الاسلاميه والعربيه؟ الايراني ام الاسرائيلي؟ اليهودي. قال الله تعالى لن يرضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. ربي ما قالش الشيعة ولا ايران، لا تغلط في العقول. انت تعرف طيب نسألك سؤال. اليهودي لا تستطيع تأويلها يا اخي، لا تستطيع تأويلها انه هي زانية. طب ربي ما ذكرش الشيعة ولا ايران. محمود يهودي. طب هدي شوي، انت اليوم عم بتقول له ليش ما عم بتهاجم المغرب؟ لانه طبعت مع اسرائيل. ماشي، نحن اليوم قضيتنا قضيه الشعب السوري، قضيتنا مع اللي عم يطبعوا مع الايراني وعم يطبعوا مع بشار الاسد. اليوم انا اذا بدي اهاجم المغرب ليش طبعت مع اسرائيل، ولا بهاجم حكومه الجزائر اللي طبعت مع النظام الايراني اللي قتلني اكثر ما يقتل الاسرائيلي من فلسطين؟ مين لازم اهاجم؟ جاوبني.
نعم السلام عليكم. هاجم إسرائيل تضرب في الأراضي السورية بتواطؤ المغرب وسلطنة عمان والإمارات والبحرين. لا أنا من هذا المنبر بقول شكرا يا إسرائيل على كل صاروخ. هذه الدول العربية طبعت مع العدو لضربك في أراضيك وتصبح لاجئ. اسمع نحن عدونا الإيراني اليوم، ماشي؟ عدونا الإيراني. عدوك انت حاطط ايدك بايد اللي عم يقتلني وبتيجي بتقول الموت لاسرائيل. انت اليوم من هو عدو الجزائر، انت اليوم جماعه المقاوله والمماتعه، انت امبارح صار في مجزره في نابلس. عدو ايران صار في مجزره في نابلس. صار في مجزره في نابلس. وين ما شفناكم على المنابر عم تنددوا باسرائيل وتقولوا الموت لاسرائيل. لم يضربوا بالتراب. صار في مجزره. وين الموت لاسرائيل؟ ما شفنا حكومتك طلعت في بيان وقالت الموت لإسرائيل. ليش ما أعلنت الحداد في بلادك على الفلسطينيين اللي استشهدوا امبارح؟ درنا الحداد. شو عملت دولتك امبارح انت؟ درنا الحداد ونددنا مع السعودية والمغرب متواطئ وقال بصريح العبارة وزير الخارجية المغربي المغرب الشهداء هم إرهابيين. رد الشهداء في الفلسطينيين إرهاب. جزائري حبيبي امرك مع المغرب تسقط الوالدين. امرك مع المغرب. كان المغرب هو اللي قتل فيكم مليون. المغرب المملكه ما يحشمش. يا جزائري المغرب مطبعه مع اسرائيل. المغرب تحكمها اسرائيل. ملك المغرب اسرائيلي يهودي، تمام؟ المغرب كلها يهوديه واسرائيليه. نحن عدو المغرب. خائنه. اسمع المغرب خائنه، تمام؟ أنت عروبي مقاومة وممانعة. امبارح قتل 9 فلسطينيين في مجزرة في فلسطين بنابلس على يد الإسرائيلي. حكومتك 10 رحمهم الله 10 رحمهم الله شهداء. حكومتك شو عملت؟ أصدرت بيان. هل أصدرت بيان واحد ندت المجزرة وأعلنت عن حداد لمدة 3 أيام أو 3 ساعات؟ نتحداك في اللايف دي وزارة الخارجية الجزائرية ماذا فعلت؟ دير ما تهدرش غير باش تتكلم. شوف عليك. شوف المصدر. شوف الموت لإسرائيل. ما هي؟ قالت لا نسمع بالكيان الصوص. أنا ما نقولش كيان الصهيوني، كيان الصوص. وقالت نندد بهذا الاستعمار الهجين لإخوتنا الفلسطينيين. عكس المغرب صامت على يحكموا به الصهاينة ما يتكش بيبان. أنت لأمت بدك تضل تندد. اسمع انت لائمت بدك تضل تندد حتى ما يضل ولا فلسطيني عايش. من هو يعني انت ايمت ناوي؟ انتوا ايمت ناويين؟ من هو رئيس لجنة القدس؟ هاني من هو رئيس لجنة القدس؟ من هو؟ ما علي جاي شو من هو رئيس لجنة القدس؟ الملك محمد السادس. لماذا لم يندد؟ إنه صامت منذ التطبيع. لماذا؟ الأردني. والله أنت كذاب. لا نهضر على المغرب. نهضر بيانات تاع وزارة الخارجية. المغرب لم يصدر أي تنديد لأنه محكوم فيه لا غالب رغم أنه رئيس لجنة القدس. أنا يا جزائري أنا ما بدك تغير. قول لي صحيح. المغرب يهودية وإسرائيلية وإلى آخره. بس أنا عم بسألك أنت كجزائري، يعني انت اخوي بالعروبه للدين وبالعروبه للسوري. اسمع بدك تسمع علي مو عم بسالك. حط ميوت. عرفنا المغرب خائنه للوطن وللعروبه وللدين وعميله لاسرائيل. انا عم بسالك هي خائنه لانه حطت ايدها بايد الاسرائيلي اللي عم يقتل الفلسطيني. طيب اذا هي خائنه انت شلون حاطط ايدك بايد الايراني وايدك بايد الروسي اللي عم يقتلني انا السوري؟ الإيرانيين مدعمين في منك في سوريا ضد الصهاينة اللي يقصفوا فيهم في الأراضي الجولان. اللي داعرين هن الروافض. أنا عم بسألك سؤال. لا سوريين، هذوك سوريين كيما أنت عندهم موقف آخر. يعني أولاد كلب يعني هن عايش لا هذوك سوريين يا أخي. أولاد كلب هن خليهم يموتوا مثلا. أنت تسب سوريين كيما أنت تسب سوريين عربيين ضد البلد تاعك. قلت لك القصف الأخير الإسرائيلي في سوريا. يا جزائري أنا أدعوك من هذا المنبر المحترم، ماشي، أن تعودي لله تعالى وأن تقرأ عن تاريخ الأنظمة العربية وماذا قدمت للشعوب العربية والإسلامية. الحمد لله. اليوم أنا اليوم ما بشتمك. اسمع ما بشتمك. أنا اليوم بزعل عليك، أنا حزين عليك،
تعرف ليش؟ اسمعني. لأنكم لساتكم مغيبين. لا لسنا نحن مغيبين. لما أمريكا مغيبين. والصهاينة والناتو دخل على العراق في 2003 كل العرب قالوا نعم إلا الجزائر وسوريا وفلسطين. يا استاذ زلاتان، لا انت ما تعرف اللي ساعد بإطاحة صدام بشار الأسد. استاذ هاني، استاذ زلاتان، انتم ناخذ حديثا من الاحدث. حاربتم مع ايران ضد السوريين، وحاربتم مع الروس ضد الافغان، وحاربتم مع الصرب ضد الكوسوفو، وحاربتم مع الشياطين الزرق ضد المغرب. يا رجل انتم خونة، انتم دمكم الدماء البشرية كلها يكون فيها كريات حمر كريات بيض، الا انتم كريات حمر كريات بيض وكريات خيانة وكريات غدر وكريات خساسة. يا رجل الجزائر تعادي إسرائيل خائنة بالنظرية تاعك. الجزائر تعادي إسرائيل خائنة. يا أستاذ حتى حاربتوا ضد الكرد لا تعرفوهم ولا يعرفوكم، لا تعرفون من هم الكرد، حاربتم ضدهم يا أستاذ. لك يا وين رجل حاربنا ضدهم؟ وين؟ في أي معركة حاربنا ضد الكرد؟ وين؟ في أي معركة؟ قاعد تكذب علينا. لا الجزائر لم تطبع ورديتها خائنة. المغرب طبعت مع اليهود ورديتها هي أقوى دولة. هذا تناقض. يا أستاذ طبعت أنت تموت تدفع نصف عمرك. المهم الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة ضد الصهاينة، ضد عدو الإسلام، ضد عدو المسلمين. إسرائيل عدوة المسلمين ونحن ضدهم من البشرية. وفرنسا الكعبة، يعني فرنسا هي وجهة المسلمين. قطعنا العلاقات معها، قطعنا العلاقات. ليش؟ قطعنا، سحبنا السفير. العلاقات الفرنسية. أكيد. منير الطويل أكبر خاين. خنتي بلادك يا منير الطويل. يا أستاذ خنتي بلادك ومغتي الثورة يا منير الطويل. منير أنت فاني خنت الوطن سوريا وأصبحت لاجئ في ألمانيا وتهين السوريين. هذه خائن. أنت عميل للصهاينة يا أخي. أعطونا كلمة. أنت يا جزائري لو كنت تملك 1% من الناموس والكرامة والعزة، كان المرتزق حسين عيسى القيادي في حرس القومي العربي اللي اجى يقاتل جنب بشار الاسد، لو كنتم تملكون الشرف كنتوا بعتوه يقاتل الاسرائيلي بفلسطين، ما كنتوا بعتوه يقاتل. نتحداك تهاجم السعوديه. مين دعمت بشار الاسد؟ نتحداك تهاجم السعوديه ومصر والعراق. نتحداك. هيا كونك زاعم وراجل. اليوم تصريح اليوم الخارجية الأمريكية صار أنتم عملاء يا أخي، أنتم عملاء للإسلام ونحن لكم بالميثاق. تحية العرب، تحية الجزائر، تحية العرب، تحية المسلمين. زلطان انزلت دقيقة. أستاذ كمال تفضل. أستاذ كمال يا قوة يا طويل. منير طويل أكبر خاين. كمال أكبر أوبسيدي سكسيال. أبو زعيطر يأخذ في الملك مملكة الشذوذ الجنسي. هكا الجزائر خير منكم. هذا معلق، هذا معلق الفوق، هذا معلق يا الفوق. ولاد اليوطي معلق مع اختك يا ولد. انت يا طحان. منير طويل اكبر خاين. كل بلاده منير الجيش السوري نزل القيس واللي طلعنا. نزل القيس واللي طلعنا. ولا نزل. هذا يا جماعة اخترقوا اللايف. هذا وفي عام 2023 في تاريخ 23 فبراير سجلت الجزائر انتصار عظيم. قاموا باختراق اللايف على تيك توك. إن الحكومة الجزائرية التي تعودنا عليها دائما أن تسجل انتصاراتها العظيم، حكومة الكراغلة، يا له من انتصار عظيم سيسجله، سوف يخلده التاريخ. سوف نكتب هذا الانتصار على سطح القمر. سوف نكتب هذا الانتصار على سطح القمر. أيها الكراغلة، أيها الكراغلة، يا من بلا تاريخ، يا من بلا حاضر، يا حرامية الحاضر، يا كلاب المستقبل. أنتم تاريخكم أسود وحاضركم حرامية ومستقبلكم زبالة، يا بائدين يا خسيسين. نعم
مضغوطين ولاد غطكم. هيا يا لا تستحي على نفسك يا زلطان. ألا تستحي على نفسك يا زلطان؟ ألا تستحي على نفسك؟ دعونا نأخذ بريك إعلاني، بريك غنائي، ونرجع لكم. وكرغلي يا كرغلي غلي بجمجمته غلي، كرغلي يا كرغلي غلي بطبون وغلي، وإن كانوا جمجمته غالي، كانوا جمجمته غالي، من رخص ما من غالي، خصمة من غالي. أنا آسف يا جماعة إذا كان صوتي نشاز، لكن على ذكر الكراغلة حنجرتي تلين. نعم. يا كراغلة، هل من معتبر هل من أستاذ معتبر كمال أين أنت أستاذ كمال أين أنت؟ شوف باش تكونوا على بالكم الجزائريين وفي كل كوكب الارض يكون بيتهم جبنا لك تيم ستوري، جزائريين هذا في كل كوكب يقول السلام عليكم. في البيت في كل شيء. صافا بيان اي توا كريم داعشي من 2004 هو في داعش، في التنظيم الداعشي من 2004. انت اذا حمير بتاريخ بلادك فبالك حمير بتاريخ سوريا. كثير تطول. انا من 99 الجزائري اذا انت حمار عندنا في بريطانيا يا كلب. منير خلينا نسال سؤال. لم يعطوكم نقود شحال انتم بعتوا روحكم بالنقود، عيب عليكم. يعني اذا انت حمار بتاريخ بلدك ما بدك تكون حمار بتاريخ سوريا يا حمار. بال 2004 امتى كان في دواعش؟ كيف رديتوا الشام ولات حديقه مسكينه ذيك الشام، بعتوها للصهاينه قصفوها لكم. سؤال يا كرغولي، سؤال يا كرغولي. كم يعطوك الصهاينه يا خلونا نناقش الكرغولي. قلت لي قطعت يا غيلة افضل منك يا ساقط. قلت لي قطعت العلاقات مع فرنسا. فكيف قطعوا العلاقات مع فرنسا؟ انهم قالوا للسفير الجزائري هذاك اليوم، قالوا له تعال انت لازم تحرد مثل مرة ضربها جوزها، تحرد شهرين وترجع. فحرد السفير الجزائري، حرد الى الجزائر، ظل شهرين بالجزائر. بعدين شاف انه زوجهم فرنسا ما اجت تراضيها للمرأة، رجعوا لحالهم. هذا تيك توك، هذا تيك توك. انا هضر لك بالقانون الدولي. السفير الجزائري سحب من فرنسا، والسفير الفرنسي لا يوجد في الجزائر. فيزا انت راجل جاي في المانيا وتعاير بالشعب السوري العظيم. طب اسالوا للكرغولي شو الانجازات اللي عملوها رؤساء فرنسا. الاول اسمع كرغولي، كبيرة في العالم. اسمع يا كرغولي، اول دولة عربية كبيرة في المساحة هي الجزائر. يا حمار الوحش كبير والذيب صغير، بس الذيب يقدر ياكل الحمار الوحش. فلا تقول لي علي الكبر، اسمعني يا كرغولي، اسمعني يا كرغولي، اسمعني كلمة. اسمع له خليه قول لي انجازات رؤساء فرنسا. اول انجاز لرؤساء فرنسا انه حط رؤوس اجدادك في متحف. الانجاز الثاني لرؤساء فرنسا انه اجى ماكرون الى وسط بلادك وطبل على مؤخر الطبون. تقدر تنكر هذا الامر؟ اسمع، الاستعمار الفرنسي من جدود يذكروا فيه وداروا فيه اللي ما يندرش، اداهم وحطهم تما. هذه وحده وجبناهم ودفناهم. ثانيا ماكرون من جا الوهران هو اسمع ما تقاطعنيش. ماكرون طعطع على المقام الشهيد وعلى العالم الجزائري. فزرتك على راس الكراغي يا استاذ، انا اسف اخرتك على الجست. مهم، تحية الجزائر، وأنتم عملاء ولا تحبون العرب ولا تحبون الإسلام، ونحن لكم بالمرصاد. وتحية الجزائر. طيب سؤال، شو نفعت الإسلام أنت يا زلة مدري شو اسمك أنت؟ شو نفعتوا الإسلام؟ جبتوا ماكرون دخلتوه للمساجد بحذائه. الثاني عندكم أئمة مساجد. اسمعني عم نسمعك يا حمار، عم نسمعك خلينا نحكي. اسمع،
شو نفعتوا الاسلام؟ دخلتوا ماكرون للمساجد بحذائه. الثاني ائمه المساجد عندكم يغتصبون المصلين في المساجد. الثالثه فتحتوا المساجد بيوتا للدعاره. الرابعه حللتوا اكل لحم البغال والحمير. الخامسه ظهر فيكم نبي يطالب جنرالات باتباعه. السادسة الله يلعن الشيطان 8000 بيت دعارة في بلد مسلم. السابعة والأهم أنه بلد عربي يدعي العروبة ويدعي الإسلام، ويوجد الانقوشة والعطاين موجودين في الشوارع، معبين الشوارع ويسمعوا أغانيهم. صح ولا أنا غلطان؟ باين باللي نقش، باين باللي تعطي في فرنسا، باين باللي تعطي. استاذ طيب معليش ضعيف. شو انا مثل الجزائري اللي يهضر على النقوشه، مثل الجزائري اللي يهضر على النقوشه هو نقش، اللي يهضر على النقوشه نقش. هني تخسر الهضره. استاذ زلطان، استاذ كمال هو يخسر بالهضره، هو من نقش يخسر بالهضره. انا مثلك، انا دوميش نقش باللحيه تاعه. يا بلا تاريخ انتظر يا بلا تاريخ. تفضل استاذ كمال. تيمنا بالله عليكم اخوتي، دابا كان غنتكلموا على الحاله النفسيه ديال هذا الشعب الجزائري اللي كيقول لواحد الشعب السوري لماذا تنتقد الجزائر ولا تنتقد سلطنه عمان؟ علاش كتنتقد الجزائر اللي دعمها بشار الاسد؟ اسكت مصدع بعيد عليا خلينا نهضروا. نعم، كيقول لك لماذا تنتقدون الجزائر لدعمها لبشار الاسد ولا تنتقدون سلطنة عمان؟ أول حاجة، هذا اللي كينتقد الجزائر الشعب السوري بلحمه وشحمه بعينه. ولماذا تنتقدون المغرب من أجل التطبيع ولا تنتقدون الدول العربية؟ لماذا تنتقدون المغرب فقط رغم أنكم لستم فلسطينيين، رغم أنكم تتلاعبون بالقضية الفلسطينية؟ لماذا تنتقدون المغرب ولا تنتقدون الدول الأخرى؟ أتحداكم نلقاك تتناقض مع السعودية ومع مصر ومع الإمارات ومع الأردن ومع الدول. لماذا تنتقدون؟ لذلك أقول لك يا أخي منير، اسمع الجواب راك تهضر على الدول العربية خاصة المطبعة. ما هاجمناهمش، نهاجموا المغرب لأنه بحكم الجوار معايا. أتحدى دولتك سياسيا أن تهاجم الإمارات، قسما بالله حتى تناموا كلكم جوعانين. بعاد علينا اللي طبعوهم في الخليج، أنت حدايا في الحدود اللي قنعتك وما تصرف بك. السودان راها بالحدود. هذو اللي طبعوا بعاد علينا في الجغرافيا. المغرب حدانا في الجغرافيا اللي نهاجمه ونهده. خلي الاستاذ كمال يكمل يا زلطان. تفضل اخي كمال. خلي الاستاذ كمال يكمل يا زلطان. تفضل استاذ كمال. أنا كان نعطيك تفسير لذلك. أستاذ كمال أنا بنفسي أتعلم منك. أعطيهم دروس، أعطي دروس لهذه الدولة. أستاذ كمال أترجاك يا منير الخائن يعطي دروس للمسلم. أستاذ كمال أترجاك بأنك تجيب الوزراء الجزائريين وتعطيهم دروس. جيب طبون وأعطيه دروس يا أستاذ. أنا أدفع ساعات التدريس. جيب طبون بذاته وأعطيه دروس يا أستاذ. تبون عرفكم على حقيقتكم، مي قال لكم أنا مع فلسطين هاجمتوه. هذا الشعب الجزائري هو شعب هجين على فترات من الزمن. أنتم شعب هجين على فترات من الزمن. يعني أنتم كمال أنت عم تعمم. كمال أخي كمال أنت عم تعمم وتقول أنتم شعب. نعم، ولا في الجزائر يعني جزائري مثبوت هويته أنه ينتسب إلى الجزائر. الجزائر بعد فترة استعمار من 1516 ل 1830 لم يكن في الجزائر حين حتى 2,000,000 جزائري، فدخلوا العثمانيين واستعمروهم. كمال وقت اللي احتلت فرنسا الجزائر شو كان عدد سكان الجزائر؟ كانت سنة 5 ملايين، سنة 9 ملايين سنة 1954. سنة 1830 كانوا 5 ملايين. افتح الكاميرا. أخ كمال في 1800. أستاذ تيم نعم. ولد المملكة. نعم. افتح الكاميرا ولد المملكة. أستاذ كمال بالله عليك، ما رأيك بأن اليمني يخرج بصورته والسوري والمغربي
والفلسطيني، حتى الفلسطينية، حتى النساء يخرجون بصورهم، وهؤلاء الكراغلة ليس فيهم رجل يخرج بصورته يا رجل، ليس ما عنديش فوق 1000 متابعة. عندي لك جواب. خلينا زلطان نجاوب اخ يا اخي. إذا تكلم السوري على المواقع التواصل فعنده قضية يتكلم عنها، وإذا تكلم التونسي فله قضية يتكلم عنها، وإذا تكلم المغربي فله قضية يتكلم عنها. أما الجزائري ما هي قضيته حتى يتكلم؟ ما عنده قضية أبدا. احنا ما عندناش قضية. عندي كلمة وراح أفتح لكم نقاش. بس لا تقاطع يا الكرغولي. طبعا الأخوة كلهم فهمانين إلا الكرغولي بدهم 10 تقول لهم لا تقاطعوا مشان يفهموها. صح عليك تستفز فيا علاه ما تقتش عليا في الحقيقة ولا كيفاه؟ علاش تقول راح أجيك الحقيقة القصوى. اسمع، أولا الأخ كمال سألكم سؤال قال لكم لماذا انتقدتم المغرب على التطبيع ولم تنتقدوا باقي الدول؟ طبعا الأخ كمال أنت بتعرف أنه حاليا في فئة كبيرة من الجزائريين هم كراغلة أي أبناء العبد. فلو انتقدوا تركيا لاغتصبتهم تركيا مرة أخرى 400 عام وجعلت من الشعب كله كراغلة. هاي الأولى. مين حنايا الضعفاء؟ خلينا نكمل. لماذا ادينا كل الأراضي؟ خلينا نكمل. الثانية انه سألته في عام 1830 كان عدد سكان الجزائر 5 ملايين. على ادعاءاتهم هم انه في هذا العام قتل منهم او استشهد منهم 1.5 مليون، اي بقي 3 ملايين ونص. نعرف عدد النساء اكثر من عدد الرجال، اي بقيت النساء وبعض الاطفال. اعطوني تحليل رسمي لوجود شعب الجزائر اليوم، اي من جعل النساء تحمل وتلد لنا هذا الشعب. إذا كانوا الرجال ما استشهدوا. الصهاينة من يكون في السورية في دمشق. القحبة أمك يا ولد القحبة. القحبة أمك يا ولد القحبة. نيك السوة تاع أمك بيك بالزاير تاعك يا ولد القحبة. لا نسب عم يسب على سوريات من القحبة. يا أخي سيب هو الجزائر العطاي ونيك السوة تاع امك يا ولد القحبة. لا عم يسب على السوريات ابن القحبة. انا كنضحك عليك يا ودي السوري، كنضحك عليك انت يا ودي الجزائري يا زلطان. بالعربي كبير عليك وما نقش كي ماني نهضر عليك تا سوري نقش كان سوري نقش. واذا كنت انا نقش وانا شعر صدري اطول من شعر اختك، شو نقول في الجزائريين اللي حتى شعر في وجههم ما كاينش؟ بس تعطي الزوك تدخله بميطره انت في زكك دخله بالميطره. انت هل تعلمون معلومه لكل الاخوه، هل تعلمون لماذا الجزائريين ياكلون لحم الحمار؟ هل تعلمون لماذا منير طالع عقبه. نعم خلاص عيفوا. اعراضنا في سبيل الله واعراضكم في سبيل فرنسا صافا. نعم صافا بيان ايتوا. قلت لك يا اخي اذا تكلمنا على حسب عدد النسمات الجزائريه في الفتره ديال دخول المستعمر الفرنسي سنه 1830 كان 5 مليون جزائري، نساء ورجالا واطفالا، هذا حسب الاحصائيات الفرنسيه اللي كانت كتقام تما. سؤال لكن هنا يقول الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بأن منذ دخول المستعمر الفرنسي سنة 1830 إلى 1962 كيقول لك 13 مليون شهيد. يعني كيف لهذا الشعب مر على فترات من الزمن تقتيل، تعذيب، تجارب نووية، اغتصابات، انتهاكات. صحيح ربما يكون تناسل وتكاثر، لكن رجالهم أين هم؟ ألم يكونوا رجالهم في الجبال ونساؤهم في المدن؟ ألم يكن جيش الاحتلال هو من يعاشر نساءهم؟ حتى لو كان تكاثر، يعني 2,000,000 امرأة جزائرية أكيد راح تنجب سنويا 2,000,000 رجل، يعني فيه اقتتال بينهم، يعني قتل وتعذيب وتجريم، ما يوجد تناسل. هنا قلت لك بأنهم ظلوا شعب هجين، حتى لو كانوا نساءهم يلدن من طرف المستعمر الفرنسي لكنه شعب هجين.
وأكيد كانوا يتولدون من الشعب الفرنسي، لأن شارل ديغول قال في كتابه: لا خوف على الجزائر ما دمنا تركنا في بطون نسائهم أحفادنا. هذه نعم. مقولة الجنرال شارل ديغول، يعني قال لفرنسا لما أرادت أن تعطيهم استفتاء الحكم الذاتي تحت السيادة الفرنسية، قال لهم، يعني قالوا: ماذا لو انتفض هذا الشعب؟ فكانت مقولة شارل ديغول: لا خوف على الجزائر الفرنسية ما دمنا تركنا في بطون نسائهم أحفادنا. هنا كان اغتصاب من ننكحوكم احنا يا الجزائريين، احنا الرجال ربك ما تقدوناش. شوف يكفروا بعد إذنكم يا شباب، بعد إذنكم يا شباب، إذا طلعنا رجال مع الأخ من الجزائر بعد إذنكم. مفلسين أنتم، نزل تسبون. تصديقا لكلام الأخ كمال، قال هذاك الجنرال يوم قالوا له ماذا لو ثار هذا الشعب يعني بعدين، فقال لهم: لقد تركنا في بطون، هيك علنا، لقد تركنا في بطون الجزائريات شعب يحب فرنسا أكثر مننا. نعم. راح اقول لك خلاصه هذا الموضوع. انا يعني بصراحه يا شباب، هاي المقوله اللي سمعت المقوله اللي قالها الاخ هلا، انا مالي جزائري، انا سوري مسلم وعربي، يعني انا تضايقت وبزعل على هي المقوله، وهي المقوله زعجتني كثير. انا كسوري كسوري مسلم بصراحه ما برضاها انا حتى على اهلنا في الجزائر. الاخ اللي طلع جزائري صبيه بنت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. منير خليني ادير الحوار مع بعد اذنك. اختي الكريمه، تفضلي استاذه. عارفين عن نفسي. انا جزائريه تمام، بس بدي احكي بس عن موضوع واحد، اوكي؟ وبنزل. تفضلي. واللي هو عم تحكوا من بدايه اللايف انه يا كراغله يا كراغله، تمام؟ هي انتوا هالتاريخ الماضي تمام من وين جايبينه؟ عندكم ادله شيء؟ كمال عنده ادله عن كل شيء. كمال طب اعطيني دليل واحد بس. دليل عن شو؟ دليل عن شو؟ بس دليل عن شو؟ عن الموضوع الكراغله؟ الجزائريين كراغله، لانه لهم من بدايه اللايف تمام، اذا هو بده يوصل رساله بيوصلها بطريقه هيك تكون أكثر. فهمت علي شلون؟ التاريخ التركي. نعم. ويا كراغله التاريخ التركي اختي الكريمه، التاريخ التركي هلا اذا انت بتفتحي على مواقع تركيا، التاريخ التركي بيتكلم عن تاريخ الكراغله. هو بيعرف لك من هم الكراغله اللي هن هاجين بين الجنود لا خطأ يا اخي. لا ما تنزله. خليني اخي هاني، خليني اقول لك. اخ هاني ثواني بالله عليك. اخ كمال خليني اشرح لي هذه الاخت. هي حبه الدليل. هي حبه الدليل. ثواني. نعم الاخت اخي هاني، اذا عندك هاتف اخر سوي ترجمه على جوجل واكتب معنى كلمه كورون اوغلي، معناها ابن العبد، ليس زواج، ابن العبد فقط، هم ابناء عبيد وليس هو خليل. نعم. من نطفه تركيه، نطفه مو زواج، لا طريقه غير شرعيه. اخ هاني واخ كمال، لو سمحتوا، انا هذا الامر دارس عليه كثير على فكره. تفضل. كلمه. نعم. اولا كان يوجد جيشان في عند العثمانيين، كان يوجد جيشان، الجيش الرسمي التركي والجيش الانكشاري. الجيش الانكشاري كان ممنوع من الزواج من التركيات لانهم يعتبرونهم عبيد. وهذا من دخل الى الجزائر. فبعد 80 عام من الكبت الجنسي، بعد 80 عام، بدايه اول 80 عام من الكبت الجنسي الذي اصاب. ثواني لو سمحتي كلمه. بعد اول 80 عام من الكبت الجنسي الذي اصاب هذا الجيش، طبعا ممنوعين من الزواج من التركيات، فامر السلطان التركي انذاك انه يسمح لهذا الجيش بالتزاوج مع الجزائريات باي طريقه كانت، فينجبن اطفالا وبنات يسمونهم الكراغله، اي ابناء العبد. ثواني اقرا لك المقوله، ثواني رجاء لا تقاطعيني. معلش بلا مقاطعه. ما انت عم تقاطعيني، ما انت خليني اكمل مشان الناس تفهم. خلال فترة وجود الأتراك العثمانيين في الجزائر عام 1504 و 1830، رجاء للأخت،
أكثر من ثلاث قرون تزوجوا من جزائريات وأنجبوا منهم أبناء وبنات صاروا يعرفون بالكراغلة. فمن هؤلاء وما الدور لعبوا في الجزائر. أول، الكراغلة هي كلمة تركية مفردها كرغلي، وهي متكونة من شقين قول وأوغلي، وتعني ابن العبد. تشير الباحثة الجزائرية، يعني اللي كاتبة هذا الشيء باحثة جزائرية، تشير عائشة غطاس في كتاب الحرف والحرفيون بمدينة الجزائر 1700 إلى 1830 إلى أن البدايات الأولى لظهور الكراغلة كفئة مستقلة ومتميزة كان متأخرا، إذ تعود إلى سنة 1596 ميلادي، أي بعد 80 سنة كاملة. بعد 80 سنة كاملة من دخول الأتراك إلى الجزائر. بعدها هذول الكراغلة تمكنوا في الجزائر، كانوا في البدايات متوزعين في ولايات، بعدها تمكنوا في الجزائر حتى استلموا الحكم في الجزائر. تفضلوا. بلا مقاطعة على حكيك، تمام. بدي أحكي لك عن الموضوع، بس نقطة تانية اللي هو المغاربة، لأنه عم شوف كمية، مع إنه معانا بدك تحكي جزائري أول شيء أستاذة، بدك تحكي جزائري أول شيء. نهدر بتزيرية نورمال. شوف احنا نهدر بتزيرية، نعرف نهدر بتزيرية وش بك، لأني أنا شكيت إنك سورية يعني صراحة. لا خليني أخلص أكفي بالسوري، تمام، كرمال تفهموا علي ونفهم على بعض، تمام. تفضل. الأخوات اللي معنا مغاربة عم هيك يتهجموا على الجزائريين. نحن هون بلايف عم نحكي على الجزائر، قضيتها ومساعدات اللي عم تروح على سوريا وعلى التطبيع اللي عم يصير في سوريا، تمام. فإنه هون عم يسبوا في الجزائر ليش؟ نعم حسنا، أنا عندي مداخلة بما أنك تكلمتي على المغربي. أول حاجة هنا ما كنسبوا ما والو، احنا هنا نوضح المعلومة فقط. أنتوما كان عندكم المشكل مع المغرب، اليوم أصبح المشكل مع العالم. ثاني حاجة لا نحن ما عندنا مشكلة مع المغرب، الحكومة معه نعم مشكلة. أنا بالنسبة لي أنا طالع هون، أنا طالع هنا مع الأخ السوري، أتضامن مع الشعب السوري في قضيته. أنت طالعة هنا كتدافع على النظام الجزائري اللي كيدعم بشار الأسد اللي كيقتل الشعب السوري. اسمع معلش، اسمع بدي احكي على موضوع اسمه كراغلة وهالشي. انتوا عم تحكوا على ماضي، تمام، تبع سوريا. نحن هلا اذا بدنا نحكي انه الشغلات هيك صارت بالحروب، تمام. عم يحكي الأخ. شو هالصوت يا شباب؟ حدا يحطوا ميوت بعد اذنكم. عند ولد المملكة، عند ولد المملكة. اعمل له كتم لولد المملكة اللي فوق بس لأنه عنده صوت. بنت الجزائر، يا بنت الجزائر. ايه معلش أكفي. حطينا بشيء خلينا بالحاضر، ماشي؟ أنا زلمة ما بحب أحكي بالماضي. الدول العربية والشعوب العربية، الشعوب العربية هجينا بدون استثناء، حتى نحن في سوريا هجينا كلياتنا دول كانت مستعمرة من القدم، ماشي؟ أي واحد. اثنين، أنا اليوم أنت عم تحكي عن موضوع المساعدات للسوريين، خليكي أنت، أنا ما بدي الموضوع يصير جزائري مغربي. نحن اليوم وقت ابن المغرب بصف. هدي حط ميوت. اليوم الشعب المغربي والشعب السوري متحد اليوم. ليش؟ لأنه الشعب المغربي واقف بجانب قضية الشعب السوري، ضد المشروع الإيراني والروسي في المنطقة، ضد مشروع الهلال الخصيب، تمام. لأنه نحن ندرك كنا مسلمين وعرب وبيعرفوا أنه المشروع الإيراني الرافضي ولاية الفقيه أخطر على المسلمين والعرب من المشروع الصهيوني، تمام. لأنه نحن بنعرف أنه صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه وقت أجى محررا إلى القدس، وقف على أسوار القدس قبل أن يدخل فاتحا، رجع إلى الوراء، أباد دولة الفاطميين الخونة، ثم عاد وحرر القدس من الصليبيين. أنا بدي أسألك هلا سؤال، أنت مسلمة وعربية على ما أعتقد كمان، أنت اليوم شو معلوماتك عن الشيء اللي عم بيصير في سوريا؟ هل هي ثورة ضد بشار الأسد؟ شوفيها، هل هي ثورة ضد بشار الأسد وضد الإيراني والروسي، أم هي حرب داخلية وفتنة داخلية؟ جاوبيني على هذا السؤال باختصار بدون سرد، ولا تدخلي لي المغرب والتطبيع لا لأنه الموضوع متشعب وعم يصير فيه جدال كثير. هي تنتين. أنا مع الثورة على فكرة. في شغلة بس كمان سؤال بدي أسألك إياه، شو معناته المعارضة؟ المعارضة هي معارضة نظام لتغيير أمر واقع، لكن الثورة غير المعارضة. بدك تفرقي
الثورة شيء والمعارضة شيء آخر. يعني نحن اليوم نحن كثوار في سوريا، حتى نحن ضد المعارضة ونشتم المعارضة. أستاذة بنت الجزائر، نحن في 15/3/2011 خرجنا الثورة، طالبنا في إسقاط النظام، خرجنا إلى الشوارع وقلنا الشعب يريد إسقاط النظام. المعارضة تابعين لنظام بشار الأسد كانوا يعيشون في أوروبا ويعيشون خارج سوريا، فوظفهم بشار الأسد السيادة على ثورتنا، فسرقوا ثورتنا وعملوا كل شيء لصالح بشار الأسد ضد الثورة السورية. لذلك نحن ما زلنا موجودين ولو تم فناء المعارضة، ولو المعارضة صالحت، ولو المعارضة راحت إلى جنيف، ولو المعارضة راحت إلى الستانة، هؤلاء هم أتباع بشار الأسد. قولا واحدا، نحن ثورة شعب. الثورة السورية التي خرجت اسمها ثورة شعب وليست معارضة خارجية ولا معارضة داخلية. أنا مع منير، الأخت بنت الجزائر قالت بالحرف الواحد إنه هي مع الثورة السورية، صحيح؟ يا الله يبارك فيكي. أكيد أنا مع الثورة السورية، بس بدي أحكي شغلي تمام. تفضل. إنه دخلتينا على بالخير. التاريخ اللي عم يحكوه. شو؟ تفضلي خليها يا منير. الثورة السورية. تفضلي. ايه احكي على الثورة. شو بدك تحكي؟ تفضلي بنت الجزائر، عم نسمعك. انت مع الثورة السورية ولكن احكي بالجزائري افضل، احكي بالجزائري، قولي انا مع الثورة السورية في الجزائري، خلي الناس تفهم. ليك شو دخل يعني؟ احكي منير، شوشتها، خليها احكي. انت مع الثورة السورية بس ليش؟ يا الاخت اسمع عندك معلومات؟ اسمع يا الاخت، اسمعي كلمة مشان ما اضل كل شوي ايه وكمان وما ادري ايش. اسمعي، اما احكي بالجزائري كلياتنا نفهم وكلياتنا نستوعب، اما احكي بالجزائري حتى اولاد بلادك يستوعبوا الكلام، وان شاء الله يستوعبوا هذا الكلام. او ما عندك معلومات عن هاي الاشياء، تقدري تنزلي ويطلع حدا بمكانك، لانه ما راح نقعد احنا كلياتنا ساكتين 5 رجال ساكتين ونستناكي حتى تنطقي كلمه. طيب احكي بالجزائري اذا سمحت. احكي بالجزائري. اوكي رح نحضر. ما تحكي باللهجه السوريه. اتكلم بالجزائريه. اسمع تفضلي. اتكلم بالجزائري على موضوع الاخ تيم اللي عم يقول لي هيك هذا الزلمه. تكلمي بالجزائريه، تكلمي بالجزائريه ماشي بالسوريه. انا ما بعرف احكي هيك جزائري نظامي، يعني بحكي سوري وجزائري هيك مختلط. تكلمي بجزائريه، تكلمي بجزائريه احسن. معلش انا مرتاحه بهاللغه تمام. فالمهم بدي احكي بس كلمه واحده وانا نازله. اوكي دابا تكلمي لو كان اسمعيني الجزائريه، اسمعيني كذلك كاينين مغاربه، سمعيني كاينين جزائريات كيتكلموا اللهجه المغربيه كما كتكلمي انت اللهجه السوريه وانت جزائريه. دابا يعني الا درتي شي زبله، شي كارثه في شي مدينه في شي دوله، تقولي لهم سوريه؟ لا تخلطني كمال باختصار كمال. معك 5 ثواني. احتلال فرنسا للجزائر في اي عام كان؟ معلش اقول لك شغله. التاريخ اللي بدكم انتم تحكوه تمام وبدكم تعرفوه على الجزائر، كل ما تثقفوا اكثر وما تغلبوا حالكم بالبحث، روحوا لدومير محمد بتلاقوا كل تاريخكم هيك. انا عم بسالك احتلال فرنسا للجزائر باي عام؟ وخليكم هيك في الفتنه ويلا باي. نزلها ما جزائرية يا أستاذ. لا جزائرية. يا أستاذ والله العظيم عيب يا أستاذة. في شاب اسمه عقبة طالعه